الثانية، وبالتالي عانى الله لاعبي المباراة في مباراة اليوم. شوف هذه الكرة اللي كان ممكن تخرج في الوضع الطبيعي، لكن أيضا شيكابالا يلحق عليها، وبالتالي فيها خروج، وبالتالي ضربة مرمى لمصلحة اتحاد كلبة. فيها ضربة مرمى لمصلحة اتحاد كلبة. الماضي كان شويه متعصب برضه فاتح، انما هو لعيب يملك امكانيات ممتازه. حظ الفرق اللي بتلعب النهارده حظها شويه مش حلو زي حظ الفرق اللي لعبت امبارح. الحقيقه امبارح الناس لعبت هنا في ارضيه الملعب فيها بعض المشاكل. طب ادي شيكابالا، شوف شيكابالا راح لها فين، لقى الكوره وقفت فين. اللعيبه المفروض تتوقع الكوره قبلها ب 6 7 متر، والكرات العاليه دايما تقف بثبات في الارض اللي موجود فيه. يعني اكتر من حوالي 30 شخص بيحاولوا ان هم يحاولوا يشيلوا المياه، من الارض. تمشي احمد مالله انطلاق على طول تاني بالنسبه لصالح اتحاد كلباء. الظروف الصعبه وضعت الفرقتين انه يلعبوا ايضا في ظروف صعبه، ولكن النقاط الثلاثه. شوف الكره هنا واللقطه الجميله دي في اليسار عن طريق جوهر مصبح مره اخرى تاني لشيكابالا. اماميه كره طويله شيكابالا، لكن الكره عاليه الى ركله ركنيه. ممكن ما تخرجش طبعا، انما الكره هنا تخطت تماما. شوف شيكابالا لعيبه كلها طبعا لعيبه خبره، شال الكوره عشان يوصلها ازاي. لعب النهارده على الارض مش هيبقى مجدي دقيقه خالص بالنسبه للوصل في دفاعات فريق نادي اتحاد كلباء. على طول الاماميه الوصل زي ما قلت لحضراتكم محتاج لخبرات كل واحد. انطلاق على طول تاني لشيكابالا، يلعبها عرضيه لكن مش موجوده خالص الجو برغم الامطار. انما ده معدن الذهب يا جماعه، ده معدن الذهب بالنسبه لجمهور الوصل. تصل الكره لشيكابالا لكن يطلع تاني على طول الدفاع. محمد جمال لكن يقطع تاني على طول الدفاع. نص ملعب المره دي عن طريق ابراهيم المنصوري لشيكا. انت فين يا شيكابالا؟ الكره وقفت له زي ما هو عايز كومبيلا، لكن الى ركله المرمى. ده جلاد من الجلادين بتوع الوصل، ده جلاد لا يرحم اطلاقا شيكابالا. شوف الكره هنا خدمته، والكره عملت له الوان تاتش، كان عاوز ياخد هات وخد، هي وقفت الميه وقفتها، وهنا محمد جمال قال له اوعى وش يا شيكابالا. ربنا يستر لو الكره دي كانت جت في محمد جمال، يعني محمد جمال يحتاج له 6 7 قطع غيار في دماغه، مش ممكن. على طول اماميه بالنسبه للوصل عن طريق بدر عبد الرحمن المدافع الايمن لنادي الوصل. الكره طويله اماميه معها يدي الى ركله مرمى. طلع تاني دفاع فريق نادي اتحاد كلباء هيكون باريحيه، ومهاجمي الوصل هيكونوا بنفس القصه باريحيه. انطلاق على طول تاني لكن في فاول في ركله. الحقيقه لقطه رائعه جدا من المخرج طبعا والزملاء اصحاب الكاميرات، كله التقط الكرات والتقط الاحاسيس. شيكابالا التقط الكره وفي خطا وفي فاول وفي ركله حره مباشره وفي كمان انذار. عاوز يلجم اللقاء دلوقتي خلاص المباراه. مصطفى السعدي يحصل على انذار. ادي مصطفى السعدي، وادي هنا على طول شيكابالا. شوف الستارت بتاع شيكابالا وشوف السعدي، العرقله موجوده في الانكل بتاع شيكابالا وركله حره مباشره. اذا السعدي يحصل على انذار وشيكابالا تجيله كره خطيره ركله حره مباشره. نفس المكان اللي نادي دبي تعادل فيها امام الجزيره امس في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 94. القفل هنا على الزوايا مش موجوده. تمرير على طول شيكابالا، متوقع هنا اللاعب لعيبه قويه عشان حاسس ان في ميه. غصب عنه الحقيقه اللاعب بعيسى عنه، لعيبه غصب عنه، متوقع برضه ان في دماغه في ميه. لما بيلعب مع اي فرقه بيجبرها دايما ان هي يعني يعمل الحاجات دي كويس. وادي شيكابالا يطلبوا ركله ركنيه، وادي اعتراض هنا على طول من اللاعب رقم 6 هنا على طول منصور محمد وشيكابالا، والمباراه مشدوده. والمباراه مشدوده. عبد الواحد خاطر قال له مالكش دعوه. ادي شيكابالا وادي السعدي ده مشاكس جدا. ادي شيكابالا شاطها لما جه يطلبها ركله ركنيه. منصور محمد راح قال له ركنيه ايه يا شيكابالا؟ ركنيه ايه؟ ما كانتش فيها ركله ركنيه من وجهه نظر طبعا منصور محمد. ادي منصور والحوار اللي كان موجود هنا من منصور زعلان جدا وكانه بيلعب فاينل كاس. مش ممكن 3 نقاط غاليين جدا. عارف الوصل اهميته. انطلاقا للاعب الفارو ثم شيكابالا ثم الفارو في البعيده، جول على هدف جميل، جمله مصريه الفاريه وصله قويه ولا في الاحلام، ثم المقص اليسار ثم الهدف الجميل، ثم نادي الوصل يتالق يبدأ عن طريق الفارو. هدف جميل برغم انه ضيع